السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني كتير كتير. النهارده ان شاء الله جيت لكم فيديو جديد ومكملين بقى حاجات العيد. النهارده بقى هنعمل ايه؟ خمنتوا كده، خمنوا كده. بطلع ايه ده من الشنطة؟ ملبن وعجوة. بصوا، انا عايزه اقول لكم ان انا كنت يعني الاسبوع اللي فات كده. كنت بقى رحت عند العطار بقى وجبت بقى ايه، قسمت بقى. هنا مثلا 2 كيلو، ده كيلو، ده كيلو، يعني قسمتهم كده كيلوات. وكل شنطة بقيت ايه حاطة معاها حاجات، يعني حاجة البسكوت في شنطة، حاجة الكحك في شنطة، وهكذا يعني. دي كده حاجة الكحك. كنت جايبة ملبن وجايبة عجوة وكنت جايبة دقيق سمسم. كان عندي حوالي، يعني هم تقريبا كانوا معلقتين سمسم، لا مش اشتريتش سمسم. وجبت ريحة كحك وجهزت كده الشنطة بتاعة الكحك. فالنهارده ان شاء الله هنعمل الكحك. اول حاجه بصوا، طلعت الملبن كده وطلعت العجوه. وهبدا ان انا اجهزه، هجهز الحشوه بتاعه الكحك بتاعي. حطيت الملبن في طبق والعجوه في طبق. وهنزل على كل واحد فيهم كده بمعلقه من السمنه. هحط على الملبن معلقة سمنة، واحط على العجوة معلقة من السمنة. تمام كده. بصوا، الملبن اللي هو بتاع حشوة الكحك كده بيبقى الملبن اللي لونه الأبيض ده. هو ده اللي بيبقى حلو في الحشوة. وما بينشفش معاكي في الفرن يعني. وكمان لما بتعملي بمعلقة السمنة دي بيفضل الملبن معاكي من جوه، يعني بتبقى ايه الحشوة طرية. وبرده العجوة نفس الحكاية، برده حطيت عليها معلقة سمنة. وهبدأ ان انا ايه افركهم كده. عايزه اقول لكم طبعا الملبن بيبقى اسهل كتير من العجوه. يعني الملبن خلاص طالما حطيتي كده عليه السمنه يبدأ بقى ايه يفك معاكي كده ايه ويدوب يعني. هبدأ بقى ان انا كده ايه ادعكه كده بايدي كويس، يعني هشرب الملبن كله معلقه السمنه دي كده. وبرده نفس الحكايه العجوه. وبعد كده هبدأ بقى ان انا ايه اكوره كور صغيره علشان خاطر احشيها في الكحكايه من جوه. بصوا انا هنا كنت عماله امسح في الملبن بالسمنه كلها يعني. وبرضو العجوة نفس الحكاية. وفي عايزة اقول لكم ان الناس بيحشوها بالعجمية. بس بصراحة انا يعني ما جربتهاش قبل كده. يعني انا ما جربتش ان انا اعمل العجمية. هي العجمية بتتعمل في البيت طبعا. عايزة اقول لكم الخنفان ده، ان انا الحمد لله يعني البرد لسه مكمل، يعني مش عارفة في ايه بصراحة. البرد المرة دي كان شديد فعلا. فالمهم كنت بقول لكم ايه، كنت بقول لكم على العجميه. انا ما جربتهاش فعلا بالعجميه. وعايزه اقول لكم كمان ان انا هنا كنت عايزه ان انا احط مكسرات على الملبن. واكوره كده تبقى كل ملبنيه كده فيها مكسرات من جوه. بس والله نسيت خالص، نسيت يعني. هو شويه مكسرات صغننين كده. كنت هفرمهم كده او اطحنهم كده وارشهم على الملبن. عايزه اقول لكم بتبقى حلوه قوي. او عندك سوداني اي حاجه يعني، عندك مش عندك خلاص. بس انا بصراحه كنت عايزه احط ونسيت بقى، كنت عايزه ايه انجز واخلص. فالمهم كده بدات ان انا ايه اكور الملبن بتاعه واعمله كور. بس عايزه اقول لكم ان بعد كده حسيت ان الكور دي كبيره، يعني بقيت لما اعمل الكحكايه باخد الكوره دي على 2. لان انا بحب اعمل الكحك الصغير، ما بحبش اعمل بصراحه الكحك كبير. انا بحب اعمل الحاجات بتبقى صغنونه كده اللي هو على قد القطمه وخلاص. علشان ما حدش من عيالي ياكل ويسيب. لان انا عندي ما شاء الله يعني حموزي اللي هو قطام، يعني يقطم ويسيب يقطم ويسيب. طبعا ليه؟ لا، القطمه هي خلصت كده كلها ايه يا حمزه يعني. بس فالمهم ايه، عملت بقى كده الكور براحتك خالص. المقاسات براحتك، يعني مش هقول لك لا مقاس معين ولا هتعمليها بجرام معين ولا لا لا. كل واحد يجمعها براحته. احنا في البيت كل واحد بيعمل اللي هو عايزه. ممكن واحد تعمل الكحكايه كبيره، واحد تعمل الكحكايه صغيره. فالحاجات دي بصراحه مش هقول لك لا اعمليها كام جرام تبقى زي الجاهز والحاجات دي. كل واحد زي ما يحب يعمل. بصوا يا جماعه، ده كده كيلو من الدقيق. تمام. انا هعمل كيلو ونص. فده كيلو موزون على بعضه كيلو. تمام. بس انا ما عنديش ميزان. يعني بصراحه من الحاجات مهمه الميزان بصراحه يعني. ان شاء الله ربنا يسهل باذن الله وايه ابقى اجيب ميزان. فانا دلوقتي هعمل كيلو ونص، فانا كده محتاجه نص كيلو. فانا هعاير نص كيلو. الكيلو عمل معايا 8 كوبايات، هعاير نص كيلو يعني 4. عايزه اقول لكم بقى حاجه بقى. بصوا بقى، الدقيق بالكوبايه بالطبق ده بالمعلقه دي. تمام. بيه كمان حاجه تاني، بالطبق ده بالكوبايه دي بدولن بتوع المضرب. طيب بصوا شايفينهم عاملين ازاي؟ طبعا اهم هما متلحوسين او مستخدمين او مستعملين. طبعا كنت عامله الغريبه. فانا بعمل ايه بقى؟ انا ما بغسلش الحاجات اللي انا بعمل فيها. ايوه ما بغسلهاش.
يعني انا عملت الغريبه، هعمل الكحك خلاص، هي نفس البوله اللي انا هعجن فيها، اللي انا عجنت فيها الغريبه، هي اللي انا هعجن فيها الكحك. طبعا الاتنين مفهومش بيض، فالاتنين ماشيين مع بعض عادي، مفيش اي مشكله. طبعا لما بنيجي نخلص البوله دي او بناخد العجين، بناخد كل العجين اللي في البوله، ما بنسيبش فيه حاجه، فبتبقى نظيفه. طيب دي الحاجات بقى، الادوات اللي انا بستخدمها، اللي هم السلاحين بتوع المضرب، او الاسباتشوله، او المعلقه الخشب اللي بقلب بيها، او الطبق اللي انا بعاير او بحط فيه الدقيق، او الكوبايه دي اللي بعاير بيها الدقيق والسكر البودره، والكوبايه دي اللي انا بعاير فيها السمنه. بص انا عايزه اقول لكم ايه بقى، انا مش بغسلهم ليه؟ يعني انا عارفه ان انا عملت الغريبه، وان شاء الله النهارده بعمل كحك، وبكره ان شاء الله نعمل بيتي فور، وبعده نعمل بسكوت، فانا مش كل شويه بصراحه اقعد اغسلهم. انا بزهق من غسيل اللسلسه اللي هي السمنه دي والحاجات دي بصراحه يعني. فبعمل ايه؟ بحطهم في بعضهم بعد ما اخلص، وبغطيهم كده بكيس كده، عندي شنطه كبيره كده بقطعها او كيس كبير، واغطيهم واحطهم على البوتاجاز، او احطهم في الارض كده جنب المطبخ كده متغطيين، وتاني يوم اقوم عامله فيهم. تمام، عشان بس لما تشوفوا الحاجه معايا في الفيديوهات تعرفوا ان انا مش غسلاها بس على طول، يعني عشان هستخدمها زي ما قلت لكم مره واتنين وكده، فبصراحه مش كل شويه اقعد اغسل. كفايه تل المواعين اللي بيطلع لنا من الفطار ومن السحور ومن الحاجات اللي تبقى بين الفطار والسحور كمان، خصوصا لو معاكي اطفال صغيره. تمام كده. المهم طولت عليكم، قولي لي طولي براحتك. طيب دلوقتي هعمل ايه بقى؟ دلوقتي هعاير 4 كوبايات من الدقيق. بصوا اهو، عايزه اقول لكم انا هنا كنت معايره دقيق هنا قبل كده. تمام. هعاير بقى من هنا 4 كوبايات من الدقيق، علشان يبقى نص كيلو، ويبقى كده كيلو ونص من الدقيق عشان نعمل بيه الكحك. هبدأ بقى ان انا اعاير اللي هو النص كيلو من الدقيق، هو 4 كوبايات، يعني هو الكيس ده كان عامل 8، فانا هاخد 4 كوبايات منهم، وهعمل النص كمان، يبقى كده كيلو ونص. بصوا بقى انا هقول لكم اللي هو المقدار بتاع يعني الكيلو والكيلو ونص. تمام، واحنا شغالين كده انا هنا حطيت خلاص الدقيق، وهبدأ بقى احط عليه المواد الجافة بتاعته. انا هنا حطيت معلقة كبيرة من ريحة الكحك، يعني معلقة وشوية كمان، انا بحب بصراحة ريحة الكحك، فانت حابه تحطيها ماشي، مش حابه خلاص. لان انا اعرف ناس ما بيحبوش ريحه الكحك بصراحه، يعني ازاي مش عارفه، هي حتى من اسمها ريحه كحك، فانا لا بحب احطها. وحطيت رشه من الملح. بصوا بقى السمسم بقى، المعلقتين السمسم اللي انا قلت لكم عليهم، لو طبعا حابين تزودوا براحتكم. هو السمسم طبعا لما تحطيه، انا هعمل كحك على البارد، يبقى حطي السمسم يبقى محمص. لو هتعملي الكحك على السخن او اللي هو بالسمنه المقدوحه، حطيه ني، وانت لما تحطي السمنه هو هيعمل مع السمنه. او ممكن بعد ما تقدحي السمنه على البوتاجاز، حطي معلقتين السمسم عليهم، برضو في كلتا الحالتين هيدوكي نفس النتيجه. انا بس السمسم عندي كان متحمص، بس يا دوبك سخنته كده، طلعت الريحه بتاعته كده، وحطيته على الدقيق بتاعي. وحطيت بعد كده نص معلقه صغيره بيكنج باودر. تمام، ده كده خلصت الدقيق بتاعي. هبدا دلوقتي ان انا اعمل الخميره. الخميره دلوقتي انا كان ممكن ان انا احطها على الدقيق على طول، بس انا قلت لا، اختبر الخميره بتاعتي. حطيت كده نص كوبايه ميه، او هنا بقى عشان هعمل كيلو ونص هستخدم 3/4 كوبايه ميه، يعني يعني مش نص، لو هتعملي كيلو هتبقى نص كوبايه ميه. طبعا ما تزوديش في السوائل عشان ما ينشفش معاكم. وحطيت عليهم معلقه من الخميره الفوريه، وسبتهم على جنب مع معلقه من السكر. والمعلقتين التانيين من السكر حطيتهم على دي، يعني المفروض 3 معالق من السكر. انا عشان كيلو ونص، لو هتعملي كيلو حطي معلقتين من السكر بس. تمام. وبعد كده بقى هبدا ان انا اعاير السمنه بتاعتي. السمنه كيلو الدقيق بياخد كوبايتين ونص، ومعاهم معلقتين سمنة كده، يعني تقريبا يبقى كيلو دي بياخد كوبايتين ونص، وعليهم معلقتين من السمنة. تمام كده. انا هنا حطيت كام؟ انا هنا حطيت تقريبا اربع كوبايات سمنة، يعني انا هنا حطيت 4 كوبايات من السمنة. طيب انا دلوقتي بحطهم في الكزرونة دي ليه؟ هرفعهم على النار. طيب انا هعمل على البارد. طب ايه هترفعي على النار ليه؟ لا انا هسيح السمنه، مش هسيحها قوي كمان، يعني هخلي بصوا السمنه عامله ازاي، لا يعني لو تقريبا ايه، هسيح جزء واسيب جزء. هحطها على النار دقيقتين 3 اللي يسيح يسيح. انا عايزاها تبقى سهله عليا في مرحله البس بتاعه الكحك، اللي هو في مرحله خلط الدقيق بالسمنه. هو الكحك على البارد، عايزه اقول لكم الفرق بين الكحك على البارد والفرق بين الكحك على السخن
حاجة واحدة بس، الاتنين هيبقوا دايبين ونفس الطعم ونفس كل حاجة. الفرق ان الكحك اللي على السخن ده بيحمي كده على المعدة، بيبقى تقيل شوية مثلا، يعني تاكلي كحكاية وتقولي يا ده كفاية قوي. الكحك اللي على البارد ده اللي هو بقى ايه بتاع اللازاليز بقى، عارفين انتوا بتاع المقلبزين ده اللي هو كلي واحدة واتنين وتلاتة، اللي هو بيبقى خفيف على المعدة. بس هو ده الفرق على فكرة، انما هو نفس الكمية. يعني انت مثلا هتعملي كمية الكيلو مثلا والسمنة بتاعته على البارد هي لو هتعمليه مقدوح. بصوا بقى دي طبعا افتكاسة. انا هنا حطيت معلقة كبيرة من اللبن البودرة، يعني بيقولوا بتدي لون حلو، بس لا يعني كده كده احنا حاطين معلقتين سكر، والسكر اللي بيدي اللون. وغير كده وكده كمان انا بقول بيرجع للتسوية. فدي بصراحة افتكاسة، عايزين تحطوها تحطوها، مش عايزين تحطوها بلاش. تمام، هي ما فرقتش يعني كتير. انا بقى بصوا السمنة هنا حطيتها على البوتاجاز، سيحت منها شوية يعني، والباقي برضو ايه لسه كان متماسك. بس كده هحط بقى السمنة بتاعتي على الدقيق. وطبعا هنزل كل المقدار بصوا من الكزرونه بتاعتي او اللبانه دي، او مش عارفه اسمها ايه يعني، المهم هنزل كل المقدار بتاع السمنه بتاعتي. انا مش عايزه اسيب اي حاجه في الطبق او في الكزرون او اي حاجه تعمليها، ما تسيبيش اي حاجه من المقدار، علشان المقدار يطلع مظبوط معاكي يعني. وبعدين برضو يعني خساره وحرام والحاجه غاليه وهكذا يعني، ليها كذا سبب يعني. المهم بقى دلوقتي بقى هبدا بقى ان انا اخلط كده الدقيق بالسمنه بتاعتي كويس قوي قوي. يعني كويس ايه ده احنا هتشوفوا دلوقتي. بس الاول انا طبعا جيت ان انا اعمل كده، حسيت ان الطبق ضيق عليا، الطبق صغير، فمش هعرف اخد فيه راحتي، مش هعرف اتعامل كويس. فقلت لا بقى، انا حاولت ان انا اقلبهم كده كويس. وبعد كده هجيب بقى العجانه بتاعتي او الطبق اللي انا بعجن فيه البيتزا ده، او اكبر من ده، وعشان يسهل عليا بصراحه. بصوا جيت ان انا هو عايزه احاول ان انا ابس بقى السمنه، او الموضوع بقى البس بتاع السمنه والدقيق ده، لا لقيته مش مريحني بصراحه، مش عارفه ان انا اتعامل معاه كويس. فقلت طبعا ليه، طب ما انا اوسع على نفسي عشان خاطر اعرف ان انا اتعامل. فهجيب بقى الطبق الاكبر شويه، واحط بقى فيه الدقيق والسمنه اللي انا عملتهم. بصوا اهو، هبدا بقى ان انا افضيهم كده. بصوا شايفين اهو، حتى هتلاقي دقيق من تحت، لاني مش عارفه بصراحه اتحكم فيه. انما الطبق التاني اللي هو الفوشيا كده، ايوه هو الفوشيا كده، لا اكبر شويه، فهقدر ان انا اتعامل براحتي. بصوا بقى شايفين الدنيا مفروله ازاي، والسمنه والدقيق مفرولين وايه ده، والدنيا هتبقى عامله ازاي. لا هنشوف دلوقتي هيبقوا عاملين ازاي. بصوا هي دي اهم مرحله هنا كده، دي اهم مرحله، مرحله بس العجين. بصوا بقى، اهم حاجه بقى او اهم مرحله، مرحله اللي ايه احنا نبس العجينه. يعني بصوا نخلي بقى الدقيق يتشرب كل السمنه اللي احنا حطيناه. بصوا هي العجينه اهي مفروله دلوقتي اهي، بس كل بقى ما نبس اكتر او كل ما ندعكها كده بصوا اكتر، فالعجينه هتبقى ناعمه معانا. بصوا بناخد كده من العجين ونحط كده بين ايدينا. الله الله، ايام زمان، ايام زمان كنا نقعد نتجمع كده انا واخواتي ونعمل كده انا وماما الكحك والبسكوت. بصوا اهو، بنحط بقى كده بين ايدينا. بصوا لما بتحطيها كده بصوا بتلاقي ايه، بصوا العجينه ابتدت تمسك اهي معانا. بصوا شايفين اهو، بصوا اهو. طبعا انا بقى ايه يعني عشان التصوير فطبعا واقفه، فبصراحه يعني انا خلاص رجلي وجعتني جدا. اخش بقى ايه جوه، واقعد بقى كده في الارض، او اقعد هنا في الارض يعني، واقعد بقى ايه ابس بقى فيها براحتي بقى. بصوا خدوا بقى معاكم بقى 10 دقايق ربع ساعه براحتكم خالص، كل ما تخدموها هي هتديكم نتيجه كويسه. فنروح بقى ايه نعملها، وارجع بقى اوريكم شكلها يبقى عامل ازاي قبل ما نحط الميه بالخميره بتاعتنا. بصوا بقى، بصوا بقى بعد ما قعدت بقى ابس واعجن بقى، بصوا شايفين العجينه بقت عامله ازاي. بصوا شايفين، بصوا العجينه اهي، طبعا كانت مفروله الاول وكانت عامله، لا بصوا العجينه اهي بقت متماسكه ازاي. بصوا هي دي كده النتيجه الكويسه للعجن بتاع الكحك اول بس. ماشي، دلوقتي بقى ايه دور الخميره. طبعا انا جربت الخميره الاول زي ما انتم شفتوا، فدلوقتي هحط الخميره على نص كوبايه الميه. آه آه ايه مش عارفه قطعت كده ليه. المهم هحط بقى دلوقتي الميه علشان خاطر الم العجينه بتاعتي. بصوا الم، خلاص احنا مرحله العجن وعجنا ولعبنا وظبطنا وعملنا. دلوقتي بقى مرحله ان انا الم، عايزاها بقى انها ايه تلم معايا. تمام اهو، بصوا احط بقى كده الميه بالتدريج يعني اهو، اهو اهو. بصوا اهو، الم كده واحط الميه بتاعتي
بالتدريج. عايزه اقول لكم حاجه افتكرتها وانا كنت قاعده عماله ابص في العجينه. افتكرت والله لما كنا زمان بنعمل بقى الكحك والبسكوت بقى عند ماما وكده. كانت في واحده جارتنا فوقينا يعني هناك عند ماما الله يرحمها. كانت ماما ايه نعمل العجينه وكانت تديني حته كده من العجينه والله فاكره. اخد كده حته من العجينه واطلع تقول لي اطلعي وريها لها قولي لها كده العجينه كويسه ولا محتاجه ايه ولا عامله ايه. كنت انا اطلع لها واقول لها يا ماما بتقول لك العجينه كده ايه. فبصراحه كانت ايام جميله بصراحه كانت ايام تحفه ايام ما تتعوضش. فيلا الحمد لله. ربنا يرحم امواتنا يا رب اموات المسلمين اجمعين. اهو بصوا بقى احط بقى الميه كده وهلم بقى. احنا عايزين نلم. احنا عايزين نلم متبقاش مفروله كده معانا. بصوا بقى خلاص بقى بصوا العجينه بعد ما لميتها بقى بقت عامله ازاي. ناخد بقى حته كده نختبرها. ان انا اخد كوره كده اكورها واضغط عليها. لقيتها شققت معايا يبقى هي عايزه محتاجه يعني محتاجه حطي معلقه سمنه او حاجه. او اعجنيها تاني لقيتيها برضو لسه مش شققه لا ضيفي بقى معلقه سمنه او معلقتين سمنه. على حسب ما تظبط معاكي. طبعا انا اول حاجه هنا هعمل اللي هو اختبار انا مش هعمل الكميه كلها واسوي وبعد كده لا اكتشف واختبر لا. انا بصراحه بحب ان انا اختبر الحاجه الاول. جبت الصينيه الصغيره دي بتاعتي ومن غير ما ادهن الصينيه اي حاجه. طبعا هو في سمنه بما فيه الكفايه. طبعا لما بتدخليه الفرن السمنه دي كمان بتظهر قوي حتى وانت بتسويه كده هتلاقي وشه كده بيلمع وتلاقي السمنه بتاعته ظاهره. فالمهم حطيت بقى كده كورت الكحك بتاعي جربت الساده خالص من غير اي حاجه. وبعد كده بصمته بالبصامه وهدخله الفرن. غطيت بقى العجينه بتاعتي عقبال ما اسوي دول. لازم اسوي دول اشوف النتيجه هتبقى عامله ازاي. علشان خاطر اكمل الكميه بتاعتي. مش هينفع ان انا اشتغل في الكميه كلها وبعد كده ايه اختبر العجينه. طيب انا هنا كنت سويته وعايزه اقول لكم ان هو طلع بقى كويس جدا ومظبوط وطلعت العجينه حلوه قوي وما طلعش مشقق او ما طلعش ناشف. وطلع حلو قوي. طيب انت دخلتيه وطلعتيه لقيتيه ناشف معاكي زي ما قلت لك هتحطي سمنه. لقيتيه مشقق معاكي زي ما قلت لك هتحطي سمنه. طيب لقيتيه دايب معاكي بقى كده وايه ده والكحكايه كده مش عارفه تمسكيها لا زودي معلقه من الدقيق او معلقتين من الدقيق. علشان يمسك معاكي الكحك تمام. اهم حاجه ما تزوديش ميه لان الميه لما بتزوديها الكحك بيبدا ان هو ينشف معاكي. دي حاجه. عايزه اقول لكم حاجه كمان ممكن تعجني باللبن. بس لو انت عامله كميات كبيره يفضل ان انت تعجني بالميه لان اللبن ما بيخليش الحاجه ليها روح او ليها عمر. عكس الميه. انما لو هتعملي كميه صغيره زي حالتي عادي كان ممكن تعجني باللبن مفيش اي مشكله. بس انا ما كانش عندي فعجنت بالميه. انما لو هتعملي كميه كبيره لا يفضل انت تعجنيها بالميه مش باللبن. عشان اللبن بيأثر من عمر الحاجه. المهم بصوا انا عملت كده عملت اللي هو الساده سهل جدا. السنه اللي فاتت الصراحه انا كنت عامله الكحك بنقشه ما استخدمتش البصامه قعدت انقش كله. المره دي لا ما عنديش وقت وعمر بيعيط ومش عارفه ايه فلا البصامه صراحه اسهل واسرع كتير. جبت بقى البصامه بتاعته يا دوبك تك 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 خلاص هو كده خلص الكحك. طبعا الكحك الملبن هو او الحشوه هو اللي بياخد وقت شويه عن الكحك الساده. الكحك الساده كور كور وحط وابصم وخلص الموضوع. انما الكحك اللي هو اللي بالحشوه ده هو اللي بيبقى بيبقى يعني بياخد وقت شويه. المهم بقى دلوقتي هجيب اللي هو الملبن والعجوه ونحشيهم بقى في الكحك بتاعنا. باخد حته كده وببدا ان انا اكورها كده وافتحها كده من النص شايفين. انا عايزه اوريكم بصوا العجينه ما شاء الله جميله لا مشققه ولا اي حاجه. العجينه مخدومه كويس جدا والمقادير مظبوطه. بافتحها كده وبعد كده باحط بقى الحشوة من جوه وابدأ ان انا اقفل عليها واكورها تاني كلها. وبعد كده باحطها في الصاج بتاعي. زي ما قلت لكم انا هنا ما كنتش باخد بصوا شايفين شفتوا بقى شايفين بقى العجينة بجد حلوة قوي. ما كنتش باخد الكوره كلها لان بصراحة كانت الكوره كبيرة على حجم الكحكاية بتاعي. انا بحب الكحكاية الصغنطوطة دي كده بصراحة بحبها قوي يعني. فعشان كده الكورة كانت كبيرة. عايزة اقولك حاجة برضو كمان انا كل ما افتكر حاجة بقولها لكم. لو انت تعملي حجم الكحكاية صغير زيي ما تحطيش الملبنية جوه كبيرة الكحكاية علشان الكحكة هيشقق منك ويفتح منك في الفرن جوه. لا اعملي نسبة وتناسب. الكحكاية صغيرة تبقى الحشوة صغيرة. الكحكاية كبيرة تبقى الحشوة كبيرة علشان الدنيا تظبط منك والكحك ما يفتحش منك في الفرن من جوه. تمام. دي برضو
برضو حاجة مهمة جدا برضو وانت بتعملي الحاجة. لا انا مش عشان بحب الحشو احط بقى حشوة كتير، لا لا لا، مفيش الكلام ده. عايزة حشوة كتير كبري الكحكاية بتاعتك، عايزة الحشوة قليلة او عايزة الكحكاية صغيرة يبقى صغري الحشوة بتاعتك. تمام كده، انا كل ما افتكر حاجة بقولها لكم. المهم بص بقى، خدتها بقى ورحت بصراحة قعدت بقى في الارض وعملت بقى الكحك بتاعي. انا ما كنتش قادرة من الوقفة يعني، تعبت بصراحة، ظهري وجعني. المهم بقى بصوا، عملت اهو الصاج ده الحشوة اللي هو الملبن والعجوة. وبعد كده بدأت ان انا ايه ابصمهم يعني. انا كده خلاص كنت تقريبا الحمد لله يعني خلاص، كان فاضل صاج واحد وخلاص، يبقى كده خلصت الكمية. بصوا اهو بقى، شايفين بقى الكحك، شايفين شكله؟ بجد شكله حلو قوي. شايفين بصوا، ولا مشقق ولا اي حاجه اهو. بصوا شايفين شكله جميل جدا. بصوا الكحكايه مفيش اي تشقيقه ازاي وبجد دايب كده وطعمه حلو قوي. الكحكايه ماسكه نفسها وفي نفس الوقت لا دايبه كده وحلوه. خلاص بقى بصوا، انا هنا كنت سويت بقى الكحك بتاعي وطلعته من الفرن. طبعا التسويه دي براحتك، هو بتشغلي عليه من تحت وبتفتحي عليه وش الشوايه شويه. انا بحب بصراحه الكحك المتحمر يعني، انا والله معروف كده عني، انا بحب الحاجه اللي بتبقى محمره زياده. يعني عايزه اقول لكم ان السنه اللي فاتت انا بعمل البسكوت في صاج، انا نسيته في الفرن. عايزه اقول لكم ان هو خد وش غامق جدا. ده كان بسكوتي المفضل، ده كان طبقي المفضل. انا ما كنت يعني اكتشفت ان حمزه ابني بيحبه وجي ينافسني فيه وبقى ياكل معايا منه. فانا ده اللي هي الحاجه اللي بتبقى محمره زياده عن اللزوم وبيقولوا غلط، بس انا بحبها بصراحه، بحس ان طعمها بيبقى احلى. بصوا دي بقى كده خلاص الكيلو ونص دي الكميه كلها تمام. ده اللي هو بملبن او العجوه، وده اللي هو ايه الساده. بس ان شاء الله انا عارفه ان انا هتلخبط وفي الاخر يتحطوا على بعض. بس انا حابه ان انا افرق بينهم علشان خاطر انا بحب الساده ده اكله بالشاي بلبن بصراحه يعني، انا بحب اغمسه بالشاي بلبن. تمام. طيب تسويه زي ما قلت لكم، كل واحد زي ما بيحب. انا بحب الحاجه اللي هي متحمره شويه، فعشان كده تلاقيني عامله كده وعامله كده، وكل واحد زي ما يحب. فدلوقتي انا مش هحط على كله سكر. مش هحط طبعا، مش هحط اصلا عليه سكر بودره، لان طبعا انا بعمل وبشيل وعشان اعمل تاني يعني اكمل بعد كده، ولما نخلص نبقى بصراحه ايه نحط بقى ونزوق بقى ونعمل الحاجات دي براحتنا. انا بعملها ايه يوم الوقفه. بس هم يعني كلوا، انا عملت لهم هم طبق يعني ورشيت لهم سكر بودره وكده وكلوا. وعايزه اقول لكم ان هو عجبهم جدا 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 فوق ما تتخيلوا، بجد والله العظيم طعمه تحفه قوي. الكحكايه ماسكه نفسها وفي نفس الوقت الكحكايه ناعمه ودايبه وريحته جميله يا جماعه وطعمه. فانا هعمل ايه بقى دلوقتي؟ انا بقى ايه اخد لي واحده كده ونحط عليها سكر بقى بودره كده بقى ايه ونشوف. تمام. اهو بصوا ده سكر بودره انا كنت طحناه، اللي انا بقول لكم اللي انا كنت شغاله بيهم يعني. بطحن كده كميه سكر وبسيبها يعني وباخد منها يعني. بصوا بقى انا ما بحبش بصراحه عليه سكر كتير يعني. اهو بصوا شايفين بقى يا جماعه، والله العظيم جامد جدا. بصوا بقى الكحكايه الحجم حلو قوي، انا بحب الحجم ده جدا. الحجم ده يعني مناسب، اللي هو ايه قطمه والتانيه واقلب، عارفين انتوا. فنقول بقى بسم الله وندوق الكحك بتاعنا الجميل. اكيد طبعا شهادتي مجروحه، فاكيد شهادتي هتبقى مجروحه طبعا صح. فيعني مش عارفه اقول لكم ايه بصراحه، انا مش عارفه اقول لكم ايه. بصوا الكحكايه، اولا الكحكايه ماسكه نفسها اهي عادي، مش اللي هو احنا نشيلها نلاقي نصها كده وقع كده في الطبق، لا هي ماسكه نفسها. بس بصوا في نفس الوقت بقى، بصوا الكحكايه، بصوا شايفين؟ بصوا، الله ايه ده، ايه بجد الجمال ده، والله العظيم حلو قوي، جميله جدا، طعمها حلو قوي، مقاديرها حلو قوي مظبوطه على الشعره. بس معلش كنت بكمل الكحكايه. فبجد يا جماعه حلو قوي قوي ومقاديره يعني مش صعبه. اي نعم الحاجات غاليه وكده، بس الكميه دي لو انت اشتريتيها من بره اكيد طبعا مش هتعمل كيلو ونص، اكيد طبعا هتعمل الضعف. فبس كده كان الفيديو بتاعنا النهارده، واستني فيديو جديد ومع السلامه.